السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن موضوع مختلف قليلا عن المواضيع السابقة، وهو الفرق بين الرجل والمرأة. طبعا عندما أقول الفرق بين الرجل والمرأة لا أقصد الفروق الفيزيائية الظاهرة أو الفروق المتعارف عليها. فإننا مثلا نرى كثير من الأزواج، رغم أن الزوج يحب الزوجة والزوجة تحب الزوج، أو شريك الحياة يحب شريكته والخطيبة تحب الخطيب والخطيب يحب خطيبته، ولكن تقع دائما بينهما مشاكل. مهما كان الحب فإن المشاكل دائما تكون بين الرجل والمرأة. وصراحة أنا أعتقد دائما أن الرجل هو المسؤول عموما عن الحالة، يعني أن الرجل عليه أن يجد طريقة ما لتصحيح هذه الخلافات. وسؤال اليوم وسؤال حلقة اليوم هو سؤال مهم جدا جدا جدا، وسؤال فلسفي ونفسي وعلمي واجتماعي، ولكنه سؤال يطرح بقوة خاصة في القرن الواحد والعشرين. والسؤال هو: ما هو الفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لا تفهم المرأة الرجل دائما ولا يفهم الرجل المرأة دائما؟ لماذا يبدوان كأنهما مختلفين؟ فمن يملك الإجابة فليجبني قبل سماع الإجابة، قبل أن يسمع إجابتي فليجبنا في التعليقات لنرى مدى إلمامكم بهذه المواضيع العاطفية أو الاجتماعية أو التي تكون بين الرجل والمرأة. جوابي هو كالتالي مع الشرح طبعا. أنت تسمع الجواب ثم فكر قليلا فيما أقول، لا تأخذ كل ما أقوله على محمل جد أو صدق أو حقيقة، ولكن فكر فيه. فكر عموما. أظن أن النساء أكثر ذكاء في هذا الموضوع من الرجال، بحكم التجربة الاجتماعية وبحكم أن المرأة أكثر تعيش في المجتمع أكثر من الرجل. الرجل عموما منعزل، ولكن المرأة اجتماعية بطبعها وتعيش في المجتمع وتشارك في المجتمع بقوة. السؤال: ما هو الفرق بين الرجل والمرأة؟ ولماذا حتى أن عندما تحب المرأة الرجل ويحب الرجل المرأة لا يمكن أن يتفاهما وتنتج عن حياتهما معا خلافات، أو عن علاقتهما معا خلافات كبيرة؟ الجواب باختصار هو أن المرأة تحس ثم تفكر، والرجل يفكر ثم يحس. بمعنى، لنفرض أن هناك خلاف بين الرجل والمرأة. الرجل يحاول أن يشرح للمرأة، أو بشكل منطقي، يعني الرجل يحاول أن يقنع المرأة بشكل منطقي حول موضوع ما، هم يتجادلون حولها، موضوع خلاف أو أي موضوع. هو المرأة لن تفهم بتلك الطريقة، أي أن المرأة إذا كانت تحس نفسها جيدة مع هذا الرجل فإنها سوف تعمى عن أمور أخرى وسوف ترى كل شيء جميل، بغض النظر عن إذا ما كان يقوله هذا الرجل منطقي أو لا، فالمرأة سوف تصدقه. لذلك الرجل يشرح من وجهة منطقية، والمرأة هي أصلا لا تحس معه أن حياتها جيدة، فمهما شرح منطقيا فإن المرأة لن تفهم الشيء الذي سوف يحاول هذا الرجل أن يشرحه. أي أن المرأة تميل أكثر إلى الإحساس، فإذا أراد الرجل أن يغير وجهة نظر المرأة فعليه أن يغير إحساسها، وتلقائيا سوف تتغير نظرة المرأة لذلك الشيء. نعرف جميعا أن هناك كثيرا من الزوجات من تعيش مع رجل مثلا لديه المال، تعيش حياة جيدة راقية، ولكنها لا تحس بالسعادة. وعندما تسألها لماذا لا تحسين بالسعادة تقول لقد أنا أملك كل شيء ولكن لا أحس بالسعادة، لا أحس أن هذا الرجل في مستواي، أو لا أحس أنني سعيدة معه، أو غيرها من الآراء. هذا باختصار لأن هذه المرأة، لأن هذا الرجل لا يعطي هذه المرأة الإحساس الكافي، أو منطقيا كل شيء جيد، ولكن من حيث الإحساس والأمان وهذه الأمور فإن المرأة لا تحس معه هذه الأحاسيس، فلذلك لا تستطيع هذه المرأة أن تكون سعيدة مع هذا الرجل. وبالعكس نسمع في مجتمعنا وفي مجتمعات غيرنا الكثير من النساء التي تعيش ربما حالتها المادية صعبة ولكنها تعيش سعيدة.
تقول لا يكفيني أن زوجي معي، يكفيني أنني سعيدة معه، وهذه الأمور معا سوف نتخطاها إن شاء الله، لأن هذه المرأة باختصار، أو لأن هذا الرجل استطاع أن يجعلها تحس أنها جيدة. يعني هي عندما تنظر إليه، عندما تكون معه، عندما تكلمه، فإنها تحس أنه الشخص المناسب، وأنه الشخص الذي يستحق أن تضحي من أجله، وأن تعمى عن رؤية الأشياء الأخرى أو النواقص الموجودة به. فباختصار أعيد وأكرر: إذا أراد الرجل أن يغير وجهة نظر المرأة فلا يجادلها منطقيا، بل يغير إحساسها اتجاه ذلك الشيء. والمرأة العكس، المرأة إذا أرادت أن تشرح للرجل شيئا فعليها أن تكون أكثر منطقية، لأنه إذا اقتنع منطقيا فعلى العموم إقناع الرجل سهل، ليس كإقناع المرأة. فالمرأة قد تقول كلام معين ولكنها لا تقصد هذا الكلام، ربما تكون تقصد عكسه، ربما تكون غالبا تقصد عكسه يعني، أو ربما يكون كلامها مجرد انتحالك. فلذلك أنت كرجل إذا كنت تسمعني الآن، وأنا متأكد أن هناك من يسمعني، لا تسمع لما تقوله المرأة، بل عليك أن تلاحظ ما لا تقوله المرأة لكي تعيش سعيدا معها ومعك، وتكون الحياة أسهل بينكما. هذا موضوع بسيط كنت أريد أن أتحدث حوله. وتذكر دائما إذا كان هناك خصام بين المرأة والرجل، فمسؤولية الرجل وليست مسؤولية المرأة أن ينتهي الخصام أو تنتهي الخلاف على خير، وأن مسؤولية الرجل أن تحس المرأة أنها أنك تستحق، باختصار تستحق أن تضحي من أجلك، وتستحق أن تغمض عينيها عن الكثير من الأمور. أنا في هذا الحديث لا أريد مثلا أكون إلى جانب المرأة، ولكن هذه الحقيقة. فبما رفع الله الرجل عن المرأة؟ لأن الرجل يكون أكثر تكليفا منها حتى في المشاعر. يعني لماذا تقول لك المرأة مثلا أنا أريد أن يكون رجل، ما أنا أريد أن يكون رجل، ما معنى ذلك؟ طبعا هي تحمل معاني كثيرة، ولكن من أهمها أن يكون رجل في مشاعره. فعندما أقول أن يكون رجل في مشاعره لا أقصد أنه يضرب المرأة مثلا، فمباشرة إذا ضربت المرأة فقد خسرت المعركة. فماذا بعد الضرب؟ لا يوجد شيء. إذا ضربتها خسرت المعركة. فإذا كانت مشاعر قوية وكنت متبصر وأكثر تحكم، وعندما تنظر إليها فإنك تفهمها، فسوف يسهل عليك التعامل معها، وتعامل معها على أنها كائن عاطفي بعض الشيء، ويتغذى من الأحاسيس، فتستطيع أن تتحاور معها بكل سهولة، وأن تفعل لك ما تشاء، وتساعدك فيما تريد، وتكون معك في السراء والضراء. إذا بمعنى آخر ضغطت على الأزرار المناسبة. وتذكروا دائما إخواني وأخواتي أن العلاقة بين الرجل والمرأة هدفها حياة سعيدة، وليست حرب ندخلها أو نزال أو معركة. إنها محاولة بناء حياة مشتركة مع بعض، ومحاولة بناء حاضر ومستقبل، ونحاول أن نكون أفضل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراكم في حلقة قادمة.